تعالي بقى اما اقولك ازاي تعملي كيكة البرتقال اليومية اللي هتعتمديها في كل مرة، لانها حرفيا طعمها تحفة جدا. زي ما انتوا شايفين ارتفاع وشكل اللهم بارك. احفظوا انتوا بس الفيديو ده للنهاية، لان حرفيا الوصفة ادمان. يلا بينا نبدأ بالمقادير. اول حاجة هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. اول حاجة هنا عندي 2 حبة برتقال، هبدأ اقطع بالسكينة الحتة اللي من فوق واللي من تحت، دي انا مش هستخدمهم في الوصفة، هيترموا. تاني حاجة مهمة قوي ان البرتقال بتاعك تكوني غسلاه غسلة محترمة جدا تحت الحنفية كده، وهتديهم دش محترم. تمام. هتبدأي بقى تقطعي البرتقال قطع صغيرة جدا عشان الخلاط بتاعنا ما يبوظش. هنزل بقى بالبرتقال بتاعي في الخلاط، وكمان هنزل ب4 حبايات من البيض يكونوا درجة حرارة المطبخ. هنزل كمان بكوباية واحدة من الزيت، يكون زيت نظيف ما يكونش ليه ريحة خالص، وكمان بكوباية الا ربع من السكر الابيض. انا بقى عايزة ان الكيكة بتاعتي تبقى هشة، فانا هنزل بمعلقة صغيرة من الخل الابيض. هاخد الكلام ده كله بقى وهضربهم في الخلاط ضربة محترمة. مهم قوي ان نفتح الاول الخلاط حاجة بسيطة ونقفل، عشان بس ما نتكش قوي على الخلاط. تمام. تاني حاجة بقى هتفضلي تضربي فيهم كتير لحد ما تتأكدي بقى ان الخليط كله بقى زي كده، شايفاه مفيش ولا قطعة من قشر البرتقال، كله على بعضه داب. طب لو الخلاط بتاعك ضعيف او ما بيضربش حلو قوي، هتضطري بقى تصفي الخليط بتاعك، عشان قشر البرتقال اللي ما اتضربش في الخلاط ده ممكن يمرر لك الكيك شوية. فعشان كده بقولك لو في قطع من البرتقال احسن حاجة انك تصفيه. دلوقتي بقى عندي هنا 3 كوبايات من الدقيق الابيض، ياريت يكون دقيق متعدد الاستخدام او دقيق يكون خاص بالحلويات. هنا كمان هنزل بظرف كامل من الكيك شيف، احسن نوع الصراحة استخدمته في الكيكات الكيك شيف، بيطلع لي الكيكة تحفة جدا، مش مكتومة من جوه، وفي نفس الوقت ما بيكونش فيه فراغات، وكمان هشة وحلوة قوي. فكيك شيف صراحة رقم 1. عندي هنا كمان ذرة بسيطة جدا من الملح، وهبدأ دلوقتي اضرب الخليط ده كله بالمضرب اليدوي او حتى بالاسباتيولا. هتفضلي تضربي فيهم كتير لحد ما تلاقي القوام زي كده. يعني بصوا ما شاء الله، كل ما تضربي فيه كتير كل ما تلاقي ان القوام بتاعه بدأ ينعم. وهنحضر بقى صينية مستطيلة بالشكل ده، وهبطنها بالزيت او الزبدة. انا بحب ابطن الكيكة قوي قوي بالزبدة، الصراحة بتدي ريحة حلوة قوي. وهنا كمان الخطوة دي مهمة جدا جدا في الكيك. تجيبي كده اي عود خشبي او بتاعة الشيش طاووق، وهتبدأي تعملي الحركات رايح جاي بالشكل ده، وحركات دائرية عشان بس ايه نطلع الهواء الزايد اللي في الكيك. طبعا الهواء ده بيخلي الكيك بتبقى مكتومة، فاحنا دلوقتي بنساعد ان الهواء بيطلع. هندخلها جوه الفرن على درجة حرارة 180، هنسيبها بالظبط لمدة 25 دقيقة تحمر بس من فوق ومن تحت، ونطلعها على طول. وهنا بقى بعمل شربات للكيك. انا الصراحة عايزة الكيك بتاعي يبقى غني جدا بطعم البرتقال، فحبيت اعمل شربات للكيك. هنا عندي نص كوباية من عصير البرتقال وربع كوباية من السكر، ولما يغلوا على النار هنزل بمعلقة صغيرة جدا جدا من عصير الليمون. هسيبهم بالظبط لمدة يعني 3 دقايق بالظبط، وهطفي على النار لحد ما القوام بتاعه يكون كده. بصراحة كده يا جماعة الخطوة دي بتخلي الكيك بتاعي طعمه تحفة جدا. الشربات ده بيديه كده طعم رهيب الصراحة، فأنصحكم تجربوها، وخاصة بحتة الشربات دي لأنها بتخلي طعم الكيك في حتة تانية. هتبدأي بقى تحطي الشربات بتاعك في الكيك بالشكل ده، ومهم قوي كمان توزعيه بالمعلقة عشان تتأكدي ان كل قطعة في الكيك متشربة بالشربات. وبعد ما خلصت هزين الكيكة بتاعتي بالجوز الهند، وهبدأ اقطع الكيكة. حرفيا يا جماعة تحفة جدا والله، ورهيبة قوي. انتوا كمان هتشوفوها دلوقتي، ارتفاع ولون وصراحة طعم اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، تحفة جدا. وطبعا هسيب لكم كل مقادير الكيكة تحت في صندوق الوصف. يا ريت لو عجبكم الفيديو ده انزلوا تحت اشتركوا في القناة واعملوا لايك كبير للفيديو، وما تنسوش تفعلوا زرار الجرس عشان اي فيديو جديد انزله يوصل لكم اول باول. بحبكم في الله، وما تنسوش تصلوا على النبي.